فترة الانتقالات. وطبعا حضرتك والكابتن حسام وكابتن طارق متابعين الدوري، واكيد عينكم على لعيبه اكيد زي ما بتعملوها في كل نادي بتروحوا بيبقى عندك محضرين قبل في ما نيجي. الذاكره موجود عند حسام وكابتن حسام وكابتن ابراهيم لعيب معين في مركز معين. هل احنا الوقت ضيق طبعا علشان الفتره كده بتنتهي مع في لعيبه معينه واحنا عندنا 3 اماكن فاضيه؟ في فكرنا في فعلا في لعيبه يعني هيتم تدعيم. انا هنقعد طبعا مع الاستاذ كامل لما يجي من السفر، المفروض تقريبا جاي بكره ان شاء الله. هنقعد نتكلم باستفاضه على امكانيه اللعيبه اللي احنا في ذهننا ممكن في ظروفهم تسمح ان هم يجوا من الانديه بتاعتهم يعني. فدي هيحاول، وانا حتى فتحنا كلام سريع مع الاستاذ كامل وقال لي لما يجي ان شاء الله هنقعد ونحسمها باذن الله. واتمنى لو والله يعني لو بعض اللعيبه دي لو جت، هم طبعا مش هيبقى يعني تتكلم في حدود من لعيب يعني 2 لعيبه او 3 لعيبه. مراكز معينه حضرتك؟ مراكز مهمه جدا ممكن يفرقوا بصوره كبيره ان شاء الله لو في نصيبه خلصت يعني. انما في كل الاحوال انت الادوات اللي عندك بتشتغل بيها، وبنحاول بقدر الامكان وحسب الظروف الفرق الثانيه اللي احنا ممكن تفوضها يبقى موجود حد فيهم. طيب في النقطه الثانيه، في عندنا اكتر من لعيب عقده انتهى الموسم ده. تمام. حضرتك طبعا لسه جديد ولسه ما اتحطتش في الفرقه، احنا فاهمين الحته دي. في لعيبه يعني ان شاء الله كل اللعيبه، لان اللعيبه الموجوده كلها مهمين، لازم اي واحد فيهم عقد. وخصوصا يعني انا اعرف ان بعض في امير وفي نجاح وفي احمد فوزي وفي احمد مجدي، دول ان شاء الله في الحسبان ان احنا لما نيجي برضو هنطلب ان شاء الله بالتجديد معاهم عشان يدي استقرار الفرقه. لما اللعيب يكون مجدد قبلها بفتره بيبقى هو نفسيا بيبقى خلاص مأقلم نفسه ان هو كل ولاءه للمكان هنا، ما ان هو يتعب حد يكلمه. وانت عارف كده بيقعدوا لما يلعبوا في دماغ لعيب بيشتتوه، ما بيبقاش مركز معاك في الفتره اللي هي الصعبه اللي جايه. فان شاء الله نحسمها باذن الله كل دول في حسبان. وانا كل ده في وقت سريع جدا عرفنا. طيب دي الوقت والماتش بكره، ويمكن التمرين الثاني قبل الماتش عندي، ويمكن فريق كويس وعنده مدرب ومحقق انجازات. تمام. طبعا حضرتك ايه الروشته او العلاج السريع او المحاضره السريعه اللي كانت بين حضرتك والكابتن حسام للفريق يعني؟ هو يعني طبعا اللعيبه لازم يبقى عندهم ثقه في نفسهم، لان هم لعيبه كويسه جدا وامكانياتهم الفنيه والبدنيه الحمد لله على اعلى مستوى. كل اللي هم مطلوب منهم ان هم يبقى بيلعبوا براحتهم، بيلعبوا متحررين. لازم يثق في نفسه ان هو بيلعب في النادي المصري، نادي كبير. ولازم يعرف ان مفيش اللعيبه كلها في مصر تقريبا قريبين من بعض في المستوى، ولازم يعرف ان مفيش حد احسن منه في الانديه الثانيه. يعني هو احنا اتكلمنا عن نقطه ان معظم اللعيبه اللي في الانديه المنافسه اللي موجوده في الدوري مش مين يعني. لو جبنا واحد كده مش هتلاقي حد يعني امكانياته اعلى من اللي موجودين هنا. هتلاقي هنا في ناس تتفوق على اللي موجودين بره، في ناس زي اللي موجودين في الانديه الثانيه. وبعدين انت باستقرارك وبجمهورك المفروض بتعلى اعلى من الناس دي كمان. فده اللي اتكلمنا فيه، انك لازم يبقى عندك ثقه في نفسك، ولازم باذن الله تبقى حاطط هدف انك قلبك بكلم تلعب تموت نفسك على 3 نقط. الهدف بتاعك 3 نقط، توصل للجون بتاع الخصم عشان تكسب، تطلع الماتش كسبان، تفرح الجمهور بتاعك، وتوصل للمركز اللي انت المفروض الناس كلها تامن فيه. هو ده اللي احنا اتكلمنا فيه من امبارح والنهارده. طيب لو احنا مقارنه سريعه بين التجربه اللي فاتت والتجربه دي، النهارده في ملاعب وتحت امر الكابتن مدير الكوره كابتن ابراهيم هو اللي بيحدد، وملاعب جاهزه ما كانش في كلام ده كل الامكانيات. يعني اعتقد ان الامور احسن. ما انا بقول لك الامكانيات غير، والمركز الاعلامي والكلام ده كانش موجود، وما كانش في صوت للنادي المصري اعلامي في ظل التطور الموجود دلوقتي في الرياضه في مصر. هو دوت اللي كان لازم يبقى موجود هنا. ما كانش في ملاعب فرعيه، الناس هنا مكلفين امكانيات هنا. طبعا انا لعبت هنا ودربت ومسكنا جهاز هنا، طبعا الكلام ده ما كانش موجود. احنا جينا اولا مجلس ما شاء الله على اعلى مستوى، في تجانس ناس محترمه جدا، والاستاذ كامل ابو علي واضح ان هو الانسجام معاهم وعارف كل واحد ليه دور، وموفرين هدوء للعيبه. غير الفترات السابقه طبعا، ما رغم ان كان موجود الحاج سيد الله يرحمه كان بيكافح ويعمل، بس كان بيكافح لوحده.
يعني كان بيحاول ان هو في ظل ظروف صعبه، في ظل امكانياته ان كان يعملوا يعني من الاسباب اللي هو خلى النادي المصري واقف فترات طويله. وطبعا بيجي كام مسيره استاذ كامل وبطريقه كمان ضغط مادي عالي. فدي ان شاء الله دي حاجات ما كانش موجوده، دي حاجات دي بتديك الثقه انك تشتغل وتشتغل بهدوء، ومع عناصر اللعيبه كلهم معظمهم صغيرين في السن، تقدر ان شاء الله يبقى ليهم مستقبل، يبقى مستقبل النادي المصري ان شاء الله. ان شاء الله. متشكرين يا كابتن ابراهيم.